السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنخلي النهاردة اللفت بطريقة سهلة. هنجيب حبيبات اللفت المتوسطة زي ما احنا شايفين كده، هو لا هي كبيرة ولا صغيرة. وهنبدأ نغسله ون... ونقطعه كده، هو ننضفه يعني كويس، نشيل الحتة الخضراء ونبدأ نقطع اللفت كده. هو هنعمل كل الكمية دي زي ما احنا شايفين كده، هو نقطع الجزية الخضراء دي. برضو هنخللها، بس ايه يعني بنفصلها الأول عشان تبقى معانا اللفتية سهلة في التخليل وسهلة في التقطيع، وعشان خاطر في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبش الجزية الخضراء دي. نبدأ كده نقطع كل الكمية زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. المرحلة اللي بعد كده هنبدأ نقطع بقى اللفت لصوابع، سواء بالقطاعة أو بالسكينة. احنا هنا استخدمنا القطاعة عشان خاطر يدينا شكل اللفت اللي زي اللي احنا بنشتري من بره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أطعمنا طعام الخير يا رب العالمين، وبارك لنا في أزواجنا وبناتنا وأبنائنا. اللهم اكفنا يا رب شر بنات الحرام وأولاد الحرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين من كل مكروه وشر يا رب، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. هنبدأ كده نقطع كل الكمية زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة جدا، قطع متوسطة بحيث ان هي متبقاش رفيعة اوي وما تبقاش تخينة اوي. هنبدأ بقى كده واحنا بنعرف البنات اللي هي اللي لسه بتخلي اللفت أول مرة أو لسه يعني مبتدئين. هنقطع كل الكمية كده، بعد كده نحطها في طبق ونغسلها كويس، وبعد كده ونصفيها، وبعد كده نضيف لها الملح ونقلب بقى كل الكمية بتاعتنا. انا هنا ضفت بقى ايه، ضفت عليها جزر، وحطيت منقوع التخليل بتاعنا، عبارة عن مية مغلية واستنيتها لحد ما بردت. وبعد كده جبت البنجر وضربته في الخلاط وحطيته في المية ودوبته كويس عشان نظبط الملح بتاعنا. عندنا اختبار البيضة، ان هو احنا بنحط البيضة ولو ظهرت بيبقى كده الملح بتاعنا كويس. المعدل بتاعنا المظبوط هو مفترض لكل كيلو، كيلو من اللفت بنحط له نص لتر من المية، وبنحط على اللتر المية بنحط 4 معالق ملح، وبنحط بقى نص كوباية سكر وربع خل. وهنا ضفنا جزر مبشور وفلفل احنا ضاربينه في الخلاط ومعلقتين كركم. بعد كده هنحط كل اللفت بتاعنا في بطرمان نضيف ومعقم. هنبدأ بقى نحط المحلول بتاعنا زي ما احنا شايفين لحد ما نغطي اللفت. بصوا شكله وردي جميل ازاي. بعد كده هنضيف شوية زيت على الوش ونغطي بكيس سندوتشات عشان بس نحكم الغلق بتاع البطرمان عشان ما يدخلهوش اي هوا وما يحصلش لللفت اي تعفن ان شاء الله بامر الله. كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا وحطيناها في البطرمان بتاعتنا.